فيديو جديد، والفيديو النهارده هيكون جيم بلاي مختلف تماما، مش الجيم بلاي اللي احنا انت بتشوفه كل مره. لان النهارده يا صاحبي هلعبك هو يان كولر. طبعا يان كولر ده دماغه مش عاديه، ده دماغ هركليز، يعني ممكن يربط الكوره يقسمها نصين. طبعا تحياتي الكامله لاخونا بالمساوي، وكل برضه يا جدعان يدعي له بالشفاء لانه محتاج دعانا كلنا جميعا. فقبل ما نبدا يا معلم كده ما تنساش تصلي على النبي وتنزل تحط لايك وتشترك في القناه، وبرضه لو حابب تلعب معانا بطولات او مسابقات ليه سايب لك الكلام ده كله في كومنت ومثبت لو انت حابب تشترك معانا. بس كده يا اخواتي عشان ما اطولش عليكم يلا بينا على الفيديو. طبعا ده يا اخواتي الحساب اللي احنا نلعب بيه العرضيات زي ما انت شايف عدد الكوينز. طبعا عدد الكوينز انا مخلينا نفتح الترام ده فيديو كل واحده تماما يعني. نيجي بقى يا معلم للخطه زي ما انت شايف قدامك كده يان كولر بنسخه بروسيا دورتموند. يعني حرفيا يا جدعان النسخه دي مرعبه بجد. طبعا النسخه دي بيكون عنده 29 سنه وفوكس ان ذا بوكس، يعني حرفيا اسلوب جامد قوي العرضيات. وزي ما انت شايف طاقاته كده 98 فينيشنج هيدنج 100. وهنا تيجي الجامب نشوف كام. عندك الجامب هنا 100، فيزيكال كونتاكت 100. يعني لو راجل ذوق اللاعب ده. نيجي للاستامنا 82، هي قليله ممكن ما يكملش الماتش كله، بس دي افضل تطويره ليه حرفيا، دماغه ما بتضيعش كوره. نيجي بقى للي بيخدم على يان كولر، طبعا ديفيد بيكهام. برضه يا جدعان ديفيد بيكهام طاقته اسطوريه في الباصات ورفعيات اللوفت باص واللو باص. زي ما انت شايف كده 95 101 93، والكيرل عنده 99 اللي هي الكوره اللي بتلف كده. زي ما انت شايف كده يا صاحبي الحساب ده تبع واحد من المتابعين بتوعنا، يعني يسلم جدا بامانه. احنا قدرنا نجرب الاكونت وكده، ومعاه لعيبه بره كويسه يعني لحد ما. الاكونت مش مليان قوي بس حرفيا اللي جوه التشكيله جامدين جدا توبات. طبعا يا حبيب اخوك دي التشكيله الرسميه بتاعتنا اللي هي بتاعت رمضان كريم. يعني التشكيله دي في رمضان هنلعب بيها مش هنحلها. طبعا اسم التشكيله رمضان كريم عشان يخش يتصدم ويطلع من الماتش، وكاتب في الاختصار بتاع التيم نوب عشان بقى ايه اللي قدامنا يقلق. طبعا زي ما انت شايف الحسابات اللي قدامك صاحب الاكونت قال ان هو كان مدي الاكونت لواحد وهو ما بيعرفش يلعب تقريبا. فاحنا يعتبر فاضلنا الماتش ونصعد ديفيجن 1. وزي ما انت شايف كده الاحصائيات دي كلها انا اللي عاملها، يعني جايب له بتاع 12 فوز متتالي او 13. فاحنا هنصعد الاكونت ديفيجن 1 ونحاول نجيب له مثلا اكبر عدد من الفوز متتالي. نيجي هنا لاول خصم، يا سلام نشوف بقى اول خصم ديفيجن 3 ولا ديفيجن 1. يلا ورينا انت ديفيجن كام. طبعا والنبي لا تخرج ده ديفيجن 2 واحنا مش هنحلك. طبعا اسهم اللعيبه لحد ما كويسه، واهم واحد عندنا هو ده يا جدعان، يعني ده لحد ما سهم كويس. تعال نشوف بقى تشكيله الخصم. تشكيله الخصم حاطط فرانكو باريزي حلو جدا، يعني فرانكو باريزي ربنا يكون في عونك. كولر ممكن يعمل حاجات مش كويسه معاك. طبعا حاطط ديني هيوسن، يعني مش طويل قوي بس مش مشكله يلا بينا. طبعا يا معلم اللي حابب يلعب بالخطه وعايز يعمل تعليمات الفرديه فدي احسن تعليمات فرديه. لو انت بتلعبش باتنين اظهره هجوميين فانت بتعمل انكورنج لكولر. بسم الله المعين يلا بينا يا باشا. لأننا لا نخشى إلا الله يا خلاص يا حاج ضيف ما تزعلش، حقك علينا الله على الدفاع. طبعا احنا بنلعب كويك كاونتر يا اخواتي، معناش اي مدرب لونج في الاكونت ده. طب ايه الباصات دي يا اخواتي؟ بتعملوا ايه يا جدعان؟ ما تصابش يا اسطى. يا اسطى الو. لبسنا جون الاول يا جدعان. طبعا المدافعين بتاعتنا اسطوريه. تعمل ايه بقى؟ هتنزل كله تحت ولا تعمل ايه؟ طبعا زي ما انتم شايفين يا رجاله هو جاب فينا جول ننزل اللعيبه كلها تحت. قشطه يا باشا تعال. أوسخ من كده مفيش. يا اخويا انت اللي اضطريت نعمل كده لان انت سحبت 5 مدافعين، فبيكم مش هيحلك يا ابويا. يا بيكم اكتب يا بيكم. ارفع يا بيكم يلا يا كل رديله يلا يا خد. كل. انت اللي اجبرتني اعمل كده، ما هو انت اللي اجبرتني. احتفل يا ابويا احتفل. ماشي ميسي جابها الراسيه مش عارف ازاي. بيدرو نيتو البيكم من بيدرو نيتو البيكم تاني. وكولر بيقول لي هات الكوره خد يا كولر. عايزك تنطحها في الجون يا ابويا. ولا ده صدها فرانكو باريزي. لا النت ما يتقالش في الحتت دي. الحتت دي سيئه جدا. جامد قوي جامد قوي. بيكهام طبعا لكولر. كولر يديها في الجون. خلاص هو ده ما بيفوتش حاجه قوي. كان كولر. دي بقى جون. دي بقى جون يان كولر يان كولر جون جون. ولا ضيعتها ازاي يا الكاكا. كاكا لكرويف. كرويف لمبابي ومن مبابي لبيكهام والكرة دي جون. ارفعها بقى عادية أعلى حاجة بلاش ستانك. بيخش. طب ايه ده بقى يا جدعان بقى. يا كولر دماغك مالها. بص يا جدعان الجون ده. اي حد. اي حد يجيب الجون ده زي ما انت شايف كده. ادي تاتش لمبابي انطر ويدخل الجون يا قبلكاش. باشا على طول، ما مش هنتفزلك. بالله عليك بصيها. هو ده يا جدعان اللي بيوصل الكور هو بيكهام يا جدعان. واحدة فيك شوت في نفس الاتجاه. سيليا. وجون بالكولر. انت مش عايز تجيب جون انا عارف انا عارف والله. وصعدنا يا رجاله الى ديفيجن 1. طبعا الراجل ما كانش يواصل ديفيجن 1 خالص فوصلنا ديفيجن 1. يلا بينا بقى ماتش تاني ويا رب نقابل واحد بيعرف يلعب. ديفيجن 1 وكاتب اسم مش طبيعي كده حاسه شتيمه مش عارف. بعديك يا اسطى تعال. لا مش هقول الكلمه دي في الاخر البس جون هيبقى عيب قوي. هيبقى عيب قوي يا هوبا. ابن اللعيبه يا فاندر سار يا ديني. لا اسطوري تاني مره بقولها مفيش حد بيعرف يلعب ركنيات زيي. نهائي. اقول لك يا كولر. هات جون يا ابويا.
ده انت لو فاتح سمارت مش توصل كده يا جدع. يا ابن اللعيبه، اجري اجري على النبي. كولر نط يا جدي. ده موقف مين على كولر يا جدعان؟ انت موقف كليني ولا موقف مين؟ بيكهام روح. روح بقى الرابع ولا ثالث مره، روح روح. يا كولر ما تخش جوه يا اسطى. خش جوه يعني، وقف في خط ال 18 جون. سلكان؟ لا مش هتيجي سلكان، مستحيل. ده ضيعها. لا ده ضيعها ضيعها، ده اقول تاني رابع مره ضيعها. ارتاح ولا خلي بالك. خلي بالك خلي بالك. خلي بالك من العرضيه. وميسي جاب فينا جون رأسيه. طبعا يا صديقي ما تستغربش، دي كونامي، وطبعا الراجل بيحتفل هنا. ونشوف بقى هيشد شرطتين دفاع ولا إيه. طب ايه يا صاحبي السلكان ده يا صاحبي؟ ايه يا صاحبي السلكان ده يا صاحبي؟ يا جدعان ايه السلكان ده يا جدعان؟ يا جدعان الكويك كاونتر مصيبه بجد، الكويك كاونتر ما مصيبه. تزقش. ايه ده ايه ده ايه ده؟ فاندر سار يطلع بره التشكيله حالا. اي جون اي جون يا كابتن، اي جون. اي جون يا ابويا، اي جون. ده حتى دي مش عايز تخش جون. ده انا منحوس والله، الكوره ما عايز تخش جون. ايه طيب نجيب دي جون طيب. نجيبها جون دي طيب ممكن. يعني اتمنى ممكن. يا نهار ابيض يا جدعان، لا ده نحس. انا اقتنعت ان ده نحس. ايوه يا صاحبي، ايوه يا ابويا. ايوه يا ابويا دلعني، ايوه بيرفكتو بيرفكتو فاندر سار. احتفل يا صاحبي، حقك انت حقك تحتفل. طبعا يا رجاله الماتش خلص 4-0، يعني انا مش مستغرب، الحمد لله انها حصلت على قد كده. بس يا صاحبي اقتنع ان انا منحوس، ايوه زي ما انت سمعت كده انا منحوس. ايه يا ابويا، ما انت كنت شغال يا ابويا، ما انت كنت شغال معانا ودماغك دي في الشبكه على طول 24 ساعه، في ايه اللي جرى؟ حسد يا جدعان، نعمل ايه؟ هنبخره بقى يوم الجمعه، تحسد يا جدعان. طبعا يا اخواتي ده كان نهايه الفيديو بتاعنا، والفيديو النهارده مش بغرض ان انا اوريكم احتراف او ان انا اضايق حد، لا احنا بغرض الاستسلاء ونقعد نضحك بس، يعني ما يهمنيش بقى اذا كنت كسبت او خسرت، المهم يا صاحبي انت تكون اتبسطت واستمتعت باللي بيحصل. بس يا رجاله انتظروني في كل جديد، والسلام.